أهلا مزيونات، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ أموركم هانية؟ كنتمنى يا ربي تكونوا بخير وبألف خير يا رب العالمين. واليوم جيت نشارك معكم واحد لاكلاص ساهل اقتصادي متناول الجميع. هنا أول حاجة ندوزو المقادير. عندي واحد كريم شونتيي وجوج دانيت وكاس ديال الحليب. هادشي كامل يكون عندكم في الثلاجة من قبل، يكون بارد باش كطلعنا كريمة ديالنا. لا الحليب، عندي كاس الحليب. شو انا استعملت هاد الكاس هذا عبرت بهاد الكاس هذا. وكذلك كريم شانتيي حتى هي كنخشيها في النبيره اولا الثلاجه باش كتكون بارده. كنجيبو شي بول باش نعدلو فيه، باش نخلطو فيه المقادير. صراحه كتجي هاد لاكلاص كيجي ساهل والمذاق ديالو غزال ما شاء الله كيشاهي. غنخويو اول حاجه. هانتوما كتشوفوا البنات تلاحظوا بان فيها بعض الكويرات. هاديك حيت خاشيه، كنت خاشيها في الفريغو يعني في المجمد باش تبرد. ومن هنا غنزيد كاس ديال الحليب حتى هو كيكون فيه بعض الطرفات د الثلج كيكون بارد. ونجيب الطراب الكهربائي ونطربو مزيان. واللي ما عندوش يا بنات الطراب الكهربائي يستعمل مونينيكس حتى هي كطلعو. نطلعو هاد الكريمه مزيان. المهم انا اخترت كريم شانتيي عاديه. كاينه بالفريس، انا اخترت لافاني. كاينه د فريسه، كاينه د الشوكولاط. المهم كل واحد والذوق ديالو. انا هذه كتعجب وليداتي قلت نعدلها، وانتم اختاروا اللي بغيتو. هنايا نتوما كتشوفوا كنطلع انا عندي الطراب الكهربائي استعملته. وانتم اللي ما عندوش يعدلوا مونيكس. مونيكس كطلع مزيان غير المكونات يكونوا باردين وصافي. ملي كيكونوا باردين راه كطلع وكتعاوننا باش تطلع دغيا. احسن ملي كيكونوا سخونين الاغلبيه ما كتنجحش. كما كتشوفوا كنطربوها مزيان. انا قطعتكم الصوت ضد الطرب باش ما نعدلكمش الانجاز. من بعد ملي طربت هانتوما شفتوا غنزيد لهاديك جوج دانيت. واللي بغيتو تزيدوا البنات مكسرات تزيدوهم. صراحه انا ما استعملتهمش حيت ولادي ما كيبغيوهمشي هيدا في لاكلاص عادي. بس كيزيدوا واحد النكهه الكراميل كيجي مزيون. وبحال اللي كنقول لكم دائما ابدعوا وعدلوا اللي بغيتو. وما تساوليش يا بنات لايك وبارطاج. الله يجازيكم بالخير. هاودوا نتا حيت عطلوا لي واحد لايك وشي كومونتير مزيون بحالكم بتشجعوني. وكنقول لكم شكرا للي خدتيكم والله يجازيكم بالخير. هانتوما كنخوي دانيت الثاني حتى هو كيكون بارد البنات. انا قلت لكم ضروري المكونات كامله تكون بارده في النيبيه. نزيد عاوتاني نعاود نطربو مزيان باش عاوتاني كيتجانسوا ديك العناصر كامله. اولا الا بغيتو في هذه المرحله بغيتو خلطوهم شنو اسمه بشي خلاط يدوي حيت كتكون كريمه طلعت اولا سباتولا. المهم تخلطوا العناصر وصافي تجانسوهم مع بعضياتهم. ومن بعد ملي كنساليو البنات كنشوفوا شي مول اولا شي حاجه. شوف على حسب الحجم اللي خصكم نتوما، واش حجم عائلي اولا فردي. المهم شي حاجه كتدخلوها المجمد وتعدلوها فيهم. انا صراحه درت بواحد الكويسات. انا صورت معكم اللقطه ولكن ما صراحه ملي جيت نمونطي ما جبرتهاش. وانتم كتختاروا نعدلتها في هاد الكويسات البنات. هانتوما كتشوفوا الصراحه جا المذاق ديالو غزال. وشبطت له عدلت له انا زوقته بديك كراميل اللي عندي، كراميل عادي اللي كنشريوه وصافي. عدلت له هذيك الخطوط من فوق. وانتم ابدعوا وذوقوا باش ما بغيتو. كنتمنى يعجبكم الفيديو اليوم. ما تنساوش تدعموني وتشجعوني يا بنات. وشكرا بزاف ومع السلامه الى فيديو اخر ان شاء الله.